نبيل الجميل اخصائي تجميل. بصراحه انا اتفرجت على الفيلم ده، انا مش قادر افهم حاجه، يعني مش قادر افهم. انا ضيعت من حياتي ساعتين تقريبا، ساعتين الا في ايه. الفيلم بيبدأ معانا في محمد هنيدي وهو عامل دور ابوه، وهو شغال ترزي، وبعدين فجأة بيموت لما ابنه بيقول له انا نجحت وبقيت دكتور تجميل. وهو الراجل هدفه في الحياة يبقى اسمه نبيل الجميل دكتور تجميل ويعمل يافطة. تمام. بيحب نور بتشغله عند ابوها اللي هو دكتور فشيخ فتيق، معروف جدا، بيشتغل معاه في مستشفى جميلة جدا. هو راجل خير بيعمل كل حاجة حلوة. تمام. في لاين كده بتاع اللي هو الممثل اللي كان عامل البلطجي، انا مش فاهم اللاين ده لازمته ايه في الحياه. تمام. عدينا هذا الموضوع، دخلنا على مرحله بقى اللي هو ايه، ذروه الاحداث. الراجل ده عالج حد افريقي غني جدا، وقع بمنطاد فوق مستشفى يعني. ده انترستيلر ما راحوش للفكره دي. ليه منطاد يقع فوق مستشفى؟ يعني النسبه بتاعت ان ده كان ممكن حاجه تحصل، كان ممكن حادثه تحصل ده المستشفى، عربيه طاير، اي حاجه في الكوكب، بس منطاد دي اوفر قوي ومش مضحكه عموما يعني. الراجل الافريقي هو عالجه، فبعد وقت بقى اللي هو ايه، الراجل الافريقي ده جه اداله بقى فلوس عشان يكافئه بتاعه. في الوقت ده كان ابو نور اتعصب قوي من الحركه دي وايه، وطرده من المستشفى. فاللي هو بقى انت ازاي يا معلم تعمل كده، وطرده من المستشفى. فالراجل الافريقي ده لما جه اداله فلوس، فجاه بقى غني، فجاه بقى بينافس، فجاه بقى جامد جدا. وبعدين معرفش، في احنا جينا بقى اللي هو خلاص ايه، انا ببص في الساعه لقيت فاضل ربع ساعه والفيلم يخلص. بعدين فجاه لقيت انه في حقنه، وفي مشكله ان الحقنه دي مسمومه، واللي بياخدها بيحصل له مشاكل في وشه، ونور خدتها ومادلين طبر خدتها في مشكله. يعني هنا بقى وصلنا لحته حلوه في الاحداث. قلت بس بقى هنا الراجل هيتسجن بقى، ونعيش معاه معاناه، ونعيش قصه مختلفه، نعيش بقى فيلم. معرفش هو الموضوع اتحل في اقل من دقيقه والفيلم خلص. طب ما احنا قعدنا ساعه ونص بنعمل ايه؟ طب ما كنا ركزنا على المواضيع دي، يعني قضيه حلوه، موضوع الحقن اللي بايظه ومش عارف ايه ودكاتره التجميل. ليه في ساعة ونص ضاع من حياتي، ما ضحكتش وما استفدتش شيء وما وصليش اي مورال يعني؟ تعال صيغ لك الموضوع ده في جملة. الفيلم ده عبارة عن واحد نفسه يشتغل دكتور تجميل، اتخرج اشتغل دكتور تجميل، حصل معاه مشاكل وهو فقير، وبعدين ربنا كرمه وبقى معاه فلوس فبقى دكتور مشهور. ده الفيلم. ايه المشاكل؟ ان هو حد ضحك عليه وحط له حقنه وحشه مكان حقنه حلوه، حقنه منتهيه الصلاحيه مكان حقنه يعني حلوه، وحصل له مشكله وبعدين اتحلت عادي. ما شفناش اتحلت ازاي، بس هي اتحلت عادي. يعني ما فيش اي حاجه. طب حضرتك انا استفدت ايه؟ المورال ايه؟ الهدف ايه من الفيلم؟ مفيش. انا مش يعني تمام، انا عارف الفيلم قديم يعني بقاله حبه، وان هنيدي ينزل حاجات بعدها، بس انا صدفت ان هو نزل على نتفليكس، فقلت بس خلاص نتفليكس بقى مش بينقوا اي حاجه فانا هتفرج يعني. انا معلش انا اسف، بس انا زعلان على الساعتين اللي اتفرجت فيه، انا زعلان على وقتي اللي راح في فيلم انا ما فهمتش حاجه، ما استفدتش حاجه، ما فيش موضوع ومفيش ضحك ومفيش حاجه. وهنيدي ما حتى ما عملش كاركتر يعني بصراحه بومبنايه الموضوع في الفيلم كله كان بالنسبه لي محمد سلام، والبنت رحمه اللي هي كانت طالعه مع مكي في الكبير، اللي هي مربوحه يعني. دول بونبونايه القصه يعني، هم دول اللي ضحكوني في الموضوع. دمهم لذيذ وخفيف وخفاف كده على القلب. لكن فيما عدا ذلك الفيلم لو هديله تقييم اديله 0.0000001 من 10. ده اقصى تقييم للموضوع، انا اسف.